تحت عنوان الأهلي فاز بنقطة من المحلة، اتعادل من شوية فريق النادي الأهلي مع فريق غزل المحلة. طبعا احنا لازم نقول إن فاز الأهلي بنقطة لأن الماتش كان على ملعب غزل المحلة. هنسيب الكلام ده كله وخلاص، والتحليل الفني لأهله وللقنوات اون سبورت. وعايز أوجه كلامي لكابتن أحمد بلال وكابتن ضياء السيد. عايز أقول لكم معلومة بسيطة لأن انتوا فايتكم كتير. بالنسبة لك كابتن ضياء السيد، انت كنت واحد مسكت المنتخبات وكنت مدير فني فاشل. احمد بلال، انت من بعد ما سبت النادي الاهلي وانا ما اعتقد ان انت رحت سموحة واتجهت للتحليل الفني وانت فاشل. كابتن احمد بلال، توقعاتك لماتشات الاهلي والزمالك الحمد لله بتبقى في صالح نادي الزمالك علشان انت توقعاتك فاشلة. كابتن احمد بلال، انت تاريخك كله كان في المستطيل الاخضر وما زلت محتفظ ببعض الارقام كانت مع النادي الاهلي. شلت مصطفى محمد على دماغك وقلت ان هو لاعب عادي ولاعب ما فيش ولاعب ولاعب ولاعب. وانا متاكد ان مصطفى محمد لو ارتدى تيشيرت النادي الاهلي زي امام عاشور وزي زيزو وزي الزملكاويه غيرهم هيبقى لاعب ما فيش منه في مصر، وهو واحد بس والهداف التاريخي للمنتخب والهداف التاريخي للنادي الاهلي. ليه؟ لان انت اهلاوي وده رايك في اللي بيسيب اي نادي تاني ويلعب مع النادي الاهلي عشان انت فاشل. عايز اقول لكم يا جماعه، انتوا كان عندكم لاعب بس انتوا ناسيين اسمه فلافيو. اللاعب ده كان مع مانويل جوزيه، غاب سنه كامله ما جابش جون غير بظهره. صبرتوا عليه سنه وبعد كده هو ده بقى الهداف للنادي الاهلي. انتوا دلوقتي بتقولوا على عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك ان ده صفقه اقل من اللي موجودين، لدرجه ان انتوا قلتوا ان هو اقل من ناصر منسي واقل من سيف الجزيري اللي انتوا اصلا مش مقتنعين بيهم ان هم مهاجمين. ولكن لان عدي الدباغ انتوا ما قدرتوش ان انتوا تحصلوا عليه وراح نادي الزمالك، فطبعا كتير عليه 3 ماتشات يا عيني لانه مش قادر يسجل. فده كده بان ان مستواه اضعف من نادي الزمالك. انتوا صبرتوا على فلافيو سنة كاملة، موسم كامل، حوالي 36 مباراة. انتوا دلوقتي بتقولوا من تالت ماتش للزمالك ان عدي الدباغ صفقة اقل من نادي الزمالك. انا بطمنكم ان شاء الله ان شاء الله بكرة في ماتش الزمالك وفاركو عدي الدباغ هيحرز اهداف، وده علشان انتوا فشلة. تاني بقول زي ما بدأت الفيديو، مبروك للنادي الاهلي النقطة اللي قدر ان هو ياخدها من غزل المحلة. السلام عليكم.